بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش جيت للميريكان. الجواب هو جيت بفيزا ديال الخطوبه. في المغرب بزاف ديال الناس كيشوفوك تزوج شي ميريكانيه كيقولوا هذا صافي غيدير الاوراق، الطوموبيل، الفلوس، الحياه غتولي سهله. ولكن حتى واحد ما كيقول لكم الاخوان الثمن النفسي اللي غادي تخلصوا، حتى واحد ما كيعاود لكم على الصدمه الثقافيه اللي غادي تعيشوا منين تجيو لهنايا مع الزوجه او الزوج الامريكي ديالكم. حتى واحد ما كيقول لكم انه هذا الشيء هذا يقدر يريب ويخرب الزواج ديالكم في العام الاول. وهذا الشيء طرا بزاف ديال الناس اللي جاو الميريكان ولا مشاو لاوروبا وتزوجوا باجنبيه، حيت كاين فرق ما بين العقليه ديال البنت الامريكانيه والعقليه ديال البنت المغربيه. ففي هذا الفيديو غنعاود لكم على الفرق الصادم بيناتهم بجوج. خليكم معايا. اول حاجه صدمتني الاخوان في ميريكان ماشي هي اللغه والثلج والبرد والطرقان كبار والماكله، لا، هي البروده ديال البشر. هنايا الاخوان في ميريكان بنادم انفرادي بزاف، ماشي اجتماعي نهائيا. واخا يقولوا لك لا مراكنا راه اجتماعيين، مراكنا راه عزيز عليهم يهضروا ويتعرفوا عليك، هذاك الشيء ما كاينش الاخوان. هنايا في المغرب مثلا كتلقى الجار على الجار، الخو على الخو، كتلقى العائله فهمتيني مجموعه بزاف، ما كنتخلاوش على بعضياتنا منين كنكبروا. هنايا كاين العكس ديال هذيك العقليه اللي مولفينها في بلادنا. والله ما نكذب عليكم الاخوان، الجار ديالنا كان مات مسكين، كان كبير فلاش، تكون عنده شي 83 85 عام بحال هكاك، يعني سيمانه وهو ميت، حتى واحد ما ساق ليه الخبر، طلعت الريحه عاد عيطوا لومبولونس وعيطوا للبوليس. يعني حتى حد ما غادي يسيق لك الخبار لا طرات لك شي حاجه، حتى حد ما غادي يعاونك، ما غاديش تقدر تمشي تدق على بنادم تقول ليه راه ليا شويه د الملحه مثلا، لا، هذاك الشيء غير نساه، ما كاينش هنايا نهائيا. هذه هي الصدمه الاولى الاخوان. يعني واخا كيكونوا عندك الفلوس، الاوراق، الطوموبيل، كتكون عندك الخدمه ديالك، الدار ديالك، لابارتمون، كاري في ريزيدونس فيها لا بيسين، ولكن واحد الوحده كتكون قاتله جدا. ولكن الوحده تقدر تغلب عليها، ماشي مشكل، تقدر تخرج مع الدراري، تقدر دير اصدقاء ديالك، تقدر دير بزاف ديال الحوايج باش تخرج من ديك المرحله. ولكن الصدمه الحقيقيه الاخوان هي من كتجيك لا فاكتور في الريستورون وكتشوف فيك مراتك وكتقول لك خلص على راسك وانا غنخلص على راسي. دابا ندوزو للمعقول، الفلوس. منين كتمشي للمغرب كتلقى الراجل هو مول الدار، الراجل هو اللي كيتكلف بالمصاريف كامله، هو اللي كيخلص تقريبا كل شيء. يعني الفلوس ديال الراجل ديالنا والفلوس ديال المراه ديالها، يعني ما كيتشاركوش، الراجل هو اللي كيتحمل المسؤوليه كامله. في ميريكان ومع امريكيه الاخوان ولا مع امريكي نسى هذا الشيء. هنايا كيخدموا بحال البيزنس، يعني مثلا غادي تمشيو للريستورون كما قلت لكم كل واحد غيخلص على راسو. الدار مثلا كارينها او شارينها وكتخلصوا واحد المونطون شهري، غادي تخلصوه بجوج، غادي تقسموا النص بالنص. كتخلصوا لي فاكتور غادي تخلصوهم النص بالنص. مشيتو شريتو شي حاجه من برا غادي تقسموها النص بالنص، وغادي تقول لك صيفط ليا في الفينمو الفلوس ديالي ولا صيفط ليا في الباي بال الفلوس ديالي. يعني هادشي هذا بيزنس 50 50 كما كيقولوا، ما كاينش 80% 20% 100% 0%. نسى هادشي هذا. خسرات لك الطوموبيل مثلا ديالك غادي تخلصها من جيبك وبفلوسك، حتى واحد ما غادي يعاونك، حتى مراتك ما غاديش تعاونك، غادي تحمل المسؤوليه راسك. وتا هي من غادي تخسر ليها الطوموبيل ديالها غادي تحمل المسؤوليه ديالها راسها. في الاول غادي تجيك انت كراجل في شكل، علاش؟ حيت انت مولف بديك الرجوله وانا اللي غادي نتكلف بكل شيء وانا اللي غادي نخلص. يعني هذه القضيه هذه كتجرح لك الكرامه ديالك والرجوله ديالك. من بعد كتفهم باللي راه هذه هي الثقافه ديال المراه الامريكيه، يعني كيكون عندهم الاستقلال المادي والاستقلال المعنوي. ما كتبغيش تحس براسها انت راه شاريها او لا فهمتيني جايه عندك باش تصرف عليها نتايا ودير ليها كل شيء، لا، كيبغيو حتى هما يخدموا وحتى هما يخرجوا فهمتيني يحققوا الاحلام ديالهم. المراه المغربيه كما كبرنا لا، كتبقى في الدار، كتهلا في دارها، كتهلا في وليداتها، والراجل هو اللي كيخرج كيخدم. وهاد العقليه ديال البيزنس الاخوان ما واقفاش غير في الفلوس، دخلت حتى في الطريقه ديال الحب والمشاعر هنايا في امريكا ولا في اوروبا. حنايا المغاربه معروفين علينا الدراما بزاف في العلاقات ديالنا، يعني كنتخاصموا بالبكا والغوات والنديب، وكنتصالحوا عاوتاني بالبكا والدموع وغضبت عند والديا. هنا الاخوان هادشي هذا ما كاينش. هنا كيخدموا بيزنس، يعني تفاهمنا مرحبا، ما تفاهمناش اوكي باي، الله يعاون، طريق السلامه. واخا يكونوا الدراري الاخوان، واخا تكون دوزتي معاها 30 عام،
ما تفاهمتوش في شي حاجه وطولات ديك عدم المفاهمه، الله يعاون الله يعاون. ما كاينش لا غادي نصبروا على ود العشره ولا غادي نصبروا على ود الاولاد، ما كاينش هذا الشيء، لدرجه انه الطلاق هنايا ساهل بزاف. تقدر تمشي مثلا غير اونلاين وتطلق داك الشيء سريع دغيا، ما كاملاش حتى 48 ساعه بوم بوم انت طلقتي، الله يعاون الله يعاون. حنايا في المغرب لا، كتلقى مثلا الراجل صابر على وليداته، المراه هي صابره على وليداتها، وكيتعاونوا وكيديروا بحساب العشره وبحساب السنوات اللي دوزوا مع بعضياتهم. وهاد البروده في المشاعر الاخوان كتكون صعيبه بزاف على الراجل المغربي او لا المرأة المغربية ملي كتكون مزوجة بأجنبي ولا أمريكي، حيت حنا المغاربة مولفين داك الحنان وداك الاهتمام الزايد. وباش نعطيكم الإخوان مثال على هادشي اللي كنهضروا عليه دابا، كنعرف انايا واحد الكوبل هنايا في ميريكان، يعني ميريكانيه تزوجات مغربي، جا لهنايا السيد فهمتيني في الاول كان كيساوي معاها، المراه كتبغي تخرج تلاقى الاصدقاء ديالها، تبع فهمتيني الهوايات ديالها. الراجل المغربي هادشي كيجيه صعيب، علاش ما قالت لياش غادي تخرج، علاش ما خدتش من عندي البيرميشن يعني الاذن باش تخرج. هنايا هادشي هذا ما تعولوش عليه، يعني خصك ادابط، انت جاي فهمتيني مجوج بميريكانيه، ابر لك انت فهمتيني دخلتيها الاسلام وعشت معاك في المغرب بواحد 5 سنين ولفات على ديك الثقافه، هذه هضره اخرى. ولكن لا كانت باقه امريكيه ومتشبته بالثقافه ديالها او بالدين ديالها، فبلا ما تحاول انك غادي تفورسيها باش دير شي حوايج اللي ما باغاش ديرهم. هنايا فين كيكون المشكل، يعني صبرات معاه السيده واحد 5 سنين 6 سنين ما تفاهموش، صافي تلقاتو الله يعاون الله يعاون وكانت عندهم بنيته. يعني هذه القضيه هذه ردوا ليها البال الاخوان قبل ما تجيو وقبل ما تونجاجاو نتوما مع واحد الشخص، باش هكا كتافيتيو داك المشاكل وداك صداع الراس. دابا نهضروا على التجربه ديالي الشخصيه انا مع مراتي الامريكيه. الحمد لله انا ما لقيتش هاد المشاكل هادو مع الزوجه ديالي، حيت في الاول يموت المشي، يعني نتايا كتعرف على داك الشخص، كتهضر معاه، كتشرح ليه داك الشيء اللي كتفكر فيه، يعني العقليه ديالك مقارنه مع العقليه ديالها. هادشي هذا قبل ما كتونجاجا وقبل ما كتجي لهنا، باش منين كتجي لهنا ما كيكونش واحد الشوك وما كتكونش واحد الصدمه وواحد الكلاش اللي هو ثقافي، والقضيه ما كتخدمش لكم وكتصدقوا في الطلاق وكتصدق نتايا بلا اوراق بلا والو. حيت كما قلت لكم من كتجي كيعطيوك غير جرين كارد ديال عامين ماشي ديال 10 سنين. 10 سنين كتاخذها حتى كتبين لهم ان العلاقه اللي كانت جا معكم حقيقيه وماشي غير على ود الاوراق. ما عليناش، انا والمدام الحمد لله مفاهمين، ما عندناش هاد المشاكل الثقافيه. كانت جات عندي المغرب، جيت لهنايا تفاهمت معاها، تفاهمت مع والديها الله يعمرها دارتها هما. وبما انني جبت لكم والديها يعني النساب ديالي، غادي نهضروا على النساب. هذه واحد الحاجه زوينه وخايبه هنايا في ميريكان. علاش؟ حيت مثلا في المغرب كتزوج بالمراه وبالنساب وبالقبيله وبالجيران، يعني كيكونوا واحد التدخلات اللي ما كيساليوش في العلاقه ديالكم. خصك فهمتيني ترضي عكوزتك، خاصك مثلا تعرض عليهم في اي مناسبه، تعرض عليهم سوا برا ولا تجيبهم للدار ويجيو يجلسوا عندك بعض المرات. هنايا الاخوان في ميريكان راه ما غاديش تشوف النسب ديالك بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكونوا ساكنين بعاد على النسب ديالهم. يعني واحد كتلقاه في كاليفورنيا وواحد كتلقاه مجيح في تكساس، يعني ما كيتلاقاوش بزاف. ولكن في الحاله ديالي انا كنتلاقى بهم دائما الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل. يعني ما كنشوفهمش غير في المناسبات مثلا بحال ثانكس جيفين او لا نويل او لا راس العام، كنشوفوا تقريبا مره في السيمانه كنمشيو ناكلوا مجموعين. ولكن الحاجه الوحيده اللي خصك تعرف هي ان من مراتك مثلا غادي تولد، ما غاديش تجي عكوزتك تقابل لك الدار وطيب لك الرفيسه وتهلا فيك، لا لا لا، ماشي بحال المغرب. العكوزه كتلقاها حنينه، كتلقاها كتهلا في البنت او لا في الراجل. هادشي هذا مع الاسف ما كاينش هنايا في ميريكان. انا كنشوف ناس فهمتيني بعض المرات كبار وابوندوني، يعني كيكون ساكن بوحدو ما عنده لا عائله ديالو كتجي تزورو لا والو. هادشي مع الاسف حزين. يعني كنحمدوا الله ونشكروا على الثقافه ديالنا وعلى الدين ديالنا اللي كيشجعنا اننا نبقاو ديما مجموعين كعائله. خلاصه القول، واش الكي1 فيزا ولا الزواج بامريكيه او لا اجنبيه يستاهل هذا العناء كامل؟ الجواب ديالي شخصيا انا هو كيستاهل، ولكن بشرط. الشرط هو انك تقتل داك السيد اللي فيك، داك الامير الناهي اللي فيك. حيت لا جيتي نتايا لهنايا الميريكان وبغيتي دير فيها انت هو الواعر وكلمتي انا هي الاخرى وما غاديش تخرجي وما غاديش ديري وما غاديش تفعلي،
فغادي تطلق في العام الاول وغادي ترجع في حالك للمغرب، حيت ما غاديش تقدر تعيش داك الاجواء. ولكن لا تادابتيتي على الثقافه وفهمتيني طيحتي نتايا 50% وطيحت هي 50%، فغادي تقدروا تعيشوا مع بعضياتكم وتعيشوا حياه زوينه. ميريكان هي بلاد الفرص كما قلت لكم، كاينين الفرص بزاف، كاين الخدمه، كاين الفلوس، ولكن راه هي قاسيه جدا عاطفيا. يعني خاصك تكون قاد على المسؤوليه وقاد على هذا الشيء اللي كنقول لك قبل ما تجي الميريكان، او لا منين تجي تكون عندك ديك الرغبه باش انك تبدل الاحسن. يعني خصك تكون نتايا شريك ماشي باترون، شريك مع مراتك، يعني كتعاونها وكتعاونك. باترون قضيه ما غاديش تخدم لك. انا تنقولها لك دابا نيشان بصراحه. دابا غادي نسولكم وبغيتكم تجاوبوني في لي كومونتير بصراحه، واش انت كرجل مغربي ولا انت كمراه مغربيه تقدروا تعيشوا بهذا النظام هذا ديال 50-50 مع الشريك ديال الحياه ديالكم؟ واش غادي تقدروا تادابطا ولا ضروري البنت او الدري خصو يكون مغربي باش يبقى مهني مع راسك؟ جاوبوني بصراحه، بغيت نقرا الاراء ديالكم. ما تنساوش اللايك، سبسكرايب، خليو لينا تعاليق، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي.